عاصفة الحزم تم الإعلان عن انتهائها. القوات السعودية وقيادة القوات السعودية أعلنت أن عاصفة الحزم انتهت فعليا وأثمرت عن النتائج التي كانت محددة لها. أنا بس عايز أوجه رسالة إلى الملك سلمان بن عبد العزيز. أنت الآن المنتصر الحكيم، أنت المنتصر الحكيم. ليه بقى؟ لأنه الحرب ليست سهلة ولم يكن يتمناها، ومن اليوم الأول لم تكن المملكة العربية السعودية تتمناها، لكن عندما انتصر هنا بانت الحكمة. عندما انتصر وتمكن هنا بانت الحكمة. ليست الحرب من أجل الحرب، لم نطلبها ولم نسعى إليها، بل تجنبناها مرة واثنين وثلاثة، وتمت دعوة كل الأطراف. عندما يعني فاض الكيل وأصبحت الأراضي السعودية مهددة بأسلحة إيرانية وبأسلحة في يد أشخاص وجماعات لا يعلموا مدى تأثير هذه الأسلحة، وعندما بدأت توجه تهديدات صريحة لأراضي المملكة العربية السعودية، لا أنا مش هقف استنى. هنا بدأ القرار السعودي ثم التنسيق العربي، ثم على المجتمع الدولي كله أن يرد فعله كما يشاء. كان قرارا سعوديا ثم أصبح عربيا وردت الفعل دوليا. وبعد يعني وصول الطيارات السعودية إلى سماء اليمن وهذا الانتصار العسكري الكبير وهذه النظرية الدبلوماسية الراقية في التعامل مع هذه القضية دوليا، خلاص قامت هذه المهمة وحددنا أهدافها ووصلنا إلى أهدافها. هنا يأتي دور المنتصر الحكيم اللي انتصر، بس مش عايزين بقى ندخل في إطار التهور وندخل في أطر أخرى. وإن عدتم عدنا، وإن عدتم عدنا. يعني أنا ما قلتها لكش وأنا قاعد في مكتب، أنا قلتها لك بقواتي اللي دخلت، يعني اديتك درس هتحلم بيه طول حياتك. أنا ما بتكلمش على الحوثيين بس، أنا بتكلم على الإيرانيين صراحة. يعني أنا ما بقولش أن سلمان بن عبد العزيز لقن درسا للحوثيين أبدا. الدرس والإشارة كانت بالضرورة وبالدرجة الأولى الإيرانيين. الآن تستطيع أن تجلس في أراضي المملكة العربية السعودية وتفخر أن لك جيش يحميك بكل المعاني، ومن خلال هذا الجيش وبالتوازي مع هذا الجيش لديك دبلوماسية حكيمة لم تتهور. لم يكن التهور سمة، وعادة الدبلوماسية السعودية لا تعرف التهور. وأنت منتصر وأنت متمكن من كل أدواتك، لا، سنوقف العمليات. ثم عملية أخرى، إعادة الأمل، أن نعيد الأمل. وأنا بقول لحضراتكم انتظروا ما